الألقاب في كرة القدم جزء من متعة الجمهور باللعبة، وجزء من حب الجمهور للعيبة المتميزة في الفرق والنوادي اللي بيشجعوها. هتلاقي ألقاب زي المايسترو صالح سليم، وزير الدفاع حسن حمدي، ملك النص فاروق جعفر، بيبو محمود الخطيب، الغزال الأسمر إبراهيم يوسف الله يرحمه، وغيرهم لغاية الأجيال الحالية. هتلاقي مثلا الزئبقي بركات، شريف المخيف، الأباتشي شيكابالا. بس لاعب واحد هو اللي لقبه كان غريب إن مشجعين الكورة يستخدموه. لاعب واحد قدر يخلي المشجعين يدوله لقب محدش يستخدمه في ملاعب الكورة غيره. لقب معروف في المناطق الشعبية إن صاحبه عادة هو كبير المنطقة. لقب غريب على الملاعب صحيح، ولكنه لقب استثنائي لشخصية رياضية استثنائية. اللقب هو المعلم، والشخصية هي الكابتن حسن شحاتة. ورا حسن شحاتة ماشي وانتول يطابصي بالعبالة حلوة فوق جول حلوة يا حسن والجول الثاني. المعلم حسن شحاتة واحد من أبرز لاعبي ونجوم كرة القدم المصرية، أسطورة متكاملة، لاعب عظيم ومدرب أعظم، نقطة مضيئة بنور الشمس في تاريخ نادي الزمالك. الكل أجمع على حبه، أهلاوية وزملكاوية وكل مشجعين الكورة حتى السياسيين والفنانين. أنا عرفته من خلال أخلاقه. صاحب أكبر إنجاز مصري في تاريخ كرة القدم، وهو الفوز ببطولة الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية وهو مدرب المنتخب. البطولة اللي كان قاعد في المدرجات سنة 1986 والمنتخب المصري بيفوز بيها على حساب الكاميرون في المباراة النهائية في القاهرة بضربات الترجيح، وما قدرش يفوز بيها وهو لاعب، ولكنه قدر يفوز بيها 3 مرات متتالية وهو مدرب للمنتخب. النهاردة حكايتنا غير أي حكاية، لأنها حكاية مصرية أصيلة، حكاية المعلم حسن شحاتة. اتولد حسن شحاتة في 19 يونيو 1947 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبدأ مسيرته في الملاعب وهو طفل في نادي كفر الدوار. اتنقل لنادي الزمالك بعد ما لعب مباراة مع منتخب بحري ضد نادي الزمالك. يومها شافه الكابتن محمد حسن حلمي اللي كان مدير المنتخب أيامها، وطلب منه يتنقل لنادي الزمالك، وفعلا اتنقل المعلم حسن شحاتة لنادي الزمالك، ولعب أول مباراة ليه مع الفريق الأول لنادي الزمالك في نوفمبر 1966. ومن أول مباراة أثبت إنه لاعب عظيم، أحرز 3 أهداف وانتهت المباراة 4-0 بعد ما أحرز حمادة أمام الهدف الرابع. بس للأسف بعدها توقفت الكورة في مصر بسبب نكسة 67، وسافر لفريق قزمة الكويتي، وهناك رسم أجمل حكاية رياضية مصرية. انضم حسن شحاتة لنادي قزمة الكويتي وقدم مستوى مبهر لدرجة إن تم اختياره أحسن لاعب في آسيا سنة 1970. كان وقتها أول لاعب يفوز بجائزة أحسن لاعب في قارة غير قارته الأصلية. وبعدها كمان تم تجنيده بالقوات المسلحة الكويتية بعد إعطائه الجنسية الكويتية، وشارك مع منتخب الكويت العسكري في بطولة العالم العسكرية في بانكوك في تايلاند. وبعدها شارك كمان مع المنتخب القومي الكويتي في البطولة الآسيوية. رجع مصر سنة 1971 لما الدوري المصري رجع تاني، وحصل مع نادي الزمالك على الدوري المصري مرة واحدة بس سنة 1977-78، وحصل مع نادي الزمالك برضو على كاس مصر 3 سنين 74-75 76-77 78-79. أحرز حسن شحاتة 77 هدف في الدوري المصري، و5 أهداف في كاس مصر، و6 أهداف لنادي الزمالك في بطولة أفريقيا. حسن شحاتة هو صاحب أشهر هدف ملغي لسه جمهور الزمالك لغاية النهاردة بيتكلم عليه، وهو هدف الزمالك قصاد النادي الأهلي. وحصل حسن شحاتة على جائزة أفضل لاعب بمصر سنة 1976، ووسام الرياضة من الطبقة الأولى سنة 1980. لعب حسن شحاتة مع منتخب مصر 70 مباراة دولية، وأخذ جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية سنة 1974. وسنة 1983 قرر كابتن حسن شحاتة اعتزال كرة القدم، وفعلا اعتزل كلاعب، ولكن بدأت معاها حكاية جديدة أعظم وأجمل، وهي حكاية حسن شحاتة المدرب.